بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة من المتحف الوطني العمومي بسطيف، جمعية منتهى لنشاطات الشباب تكرم حفظة القرآن. الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان، فالقرآن يربي النفوس على الأخلاق الفاضلة، ويغرس في القلوب الرحمة والمحبة والتسامح، ويعلم الإنسان الصبر والصدق والأمانة والإحسان. ومن تمسك بالقرآن رفعه الله، ومن سار على هداه أكرمه الله في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. إلى اليوم العاس المبارك، يوم تلألئ فيه الوجوه نورا وتفخر فيه الأمة بكوكبة من أبنائها وبناتنا الذين سبقوا معها. نحضر اليوم حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم لجمعية جمعية منتهى لنشاطات الشباب والطفولة. هذه المبادرة أتت انطلاقا ووفاء للمرحومة منتهى قرباب، وفاء لها. يعني كانت في البداية كانت فكرة ومبادرة، والآن أصبحت مشروع، ونسعى إن شاء الله جاهدين على أن تكون هذه المبادرة مشروع وطني، مشروع ولائي ثم وطني. ولما لا نسعى لتظاهرة وطنية ثقافية قرآنية لتكريم حفظة القرآن. نسعى جاهدين لتحفيظ القرآن الكريم، لمنح إجازات، لمنح قراءات بالسند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير مثل هو قول رسول صلى الله عليه وسلم حين قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه مبادرة، ونسعى لمشروع أكبر إن شاء الله بإذن الله. جينا اليوم لهنا ان شاء الله باه نشوفوا الجمعيه تاع منتهى هذه ان شاء الله، اللي نتمنوا لها ان شاء الله الدوام بهذه التكريمات وهذا اسمه في القران الكريم ان شاء الله. القران الكريم ان شاء الله هذا للتلاميذ تاعنا ولجميع التلاميذ، نتمنوا لهم ان شاء الله النجاح الدائم ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله من وليداتنا ان شاء الله يتموا في هذه المبادره هذه، ونتمنوا للتلاميذ الكل ان شاء الله ينجحوا، خاصه في الايام العشره هذه ان شاء الله يبينوا ان شاء الله النجاحات تاعهم، ويبينوا لنا ان شاء الله المنتهى ان شاء الله، يبينوا لنا لجمعيه منتهى ان شاء الله هذه نجاح تام ان شاء الله يا ربي. من صورة المسد إلى صورة الحمد لله رب العالمين. اليوم كانت مبادرة جد رائعة، وذلك بتكريم طلبة القرآن الكريم والأطفال قسم التمهيدي والتحضيري. إن شاء الله هذه المبادرة تعود كل عام. ونوجه أيضا نداء للأولياء، الأمهات، الآباء، اللي يحوسوا على أبنائهم يتطوروا، يحفظوا القرآن، يسجلوا في الأقسام التمهيدي والتحضيري، نشاطات إلى آخره. جينا اليوم نهضروا على المبادرة اللي دارتها جمعية منتهى الفلاح للشباب والطفولة. اليوم كان حفل تكريمي لأبنائنا التحضيري والتمهيدي، وتكريم بنات القرآن. أنا حابة نقول للأولياء يجيبوا أبنائهم وبناتهم يقرأوا القرآن. اللهم اجعل هذه القراءة في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات والدينا وفي ميزان حسنات منتهى ونور لها في قبرها وفي ميزان حسنات موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وأهلهم على عدوهم، واشحن دماءهم، وتوفى شهداءهم مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقا.